السلام عليكم. ما يمكنش تجربي هاد الوصفه هذه وما تعطيكش نتيجه وما تنبت لك جميع فراغات ديال الشعر. والله البنات الا كاع الفراغات ديال الشعر كينبتوا وكتقوي الشعر وما كتبقاش طيح، والناس اللي كيطيح لهم الشعر ما يبقاش نهائيا يطيح. زوينه بزاف. شي هاد الوصفه هذه الا ما عطاتكش النتيجه ديالها في مده شهر ولا شهر ونص، عرفي راسك راه عندك شي حاجه داخليه. وانا حلفت لكم بالله لان الشعر ديالي راه كان مشى كان خوا، وهاد الوصفه هذه هي اللي رجعته ليا. زوينه هاد الوصفه، غير تبعوها راها غزاله بزاف وغترحموا لي عليها الوالدين. شوفوا هاد المكونات ماشي بالضروره ديروهم كيف ما هما، تقدروا تنقصوا شي حاجه تقدروا تزيدوا شي حاجه. المهم نعطيكم المكونات اللي هي القهوه، اتاي، البصله، ثومه، ورق سيدنا موسى، الزعتر، الازير اللي هو اكليل الجبل. غادي تزيدوا عليه الكركدي غير على حسب اللون، البابونج والخزامه. الحرمل عفوا والحرمل. هاد المكونات كيف ما قلت لكم مره كنديرهم كامل مره كنقص على حساب. بحال دابا مثلا هذه مره اخرى زدت معاهم كيف ما كيبان لكم الورد وهاد السدر، ومره اخرى عاوتاني كنقص يعني كندير. المهم داكشي اللي عندي كنديرو. هنا عاوتاني في مره اخرى غير كنوريكم بان راه الوصفه دائما كنديرها كيف ما هي، وكنقص شي حوايج وكنزيد شي حوايج، ولكن كاملين زوينين. بحال دابا هنا زايده المربع على حساب اللون، وهذا الورق ديال ولا عفوا القشور ديال الرمان غير على حساب اللون. غناخذ هاد المكونات كاملين غنطبخهم في الماء مزيان حتى كيطلق ليا تقريبا واحد 10 دقائق، وكنصفي وهما هكاك سخانين. شوفوا اللويل اللي كيعطي هكاك سخانين. كنخلط بهم السدر والحنه. السدر والحنه من الاحسن تكونوا طاحينيهم في اليد، من الاحسن. الا ما كنتوش عندكم الوقت في حالي خذوا من عند شي واحد اللي يكون ثقه. غتاخدي واحد 2 معالق كبار ديال السدر اللي يكون اصلي، و2 معالق كبار ديال الحنه اللي هي زوينه، وغتخلطي لي هاد المكونات. الناس اللي غيقول لك بان هاد الوصفه هذه كتنشف الشعر، والله البنات ما كتنشف الشعر، كتنشفها لك في الايام الاولى من يلاه كتبدايه. الا تبعتي لي هاد المده واحد المده تقريبا شهر ولا حتى شهرين هكاك، غتبان لك بان بالعكس الشعر ديالك الا ما درتيش عاد كينشف. الا ما درتيش هاد الوصفه عاد كينشف، لان قلت لكم هي كتطلق الزغبه مع المده، كتطلق الزغبه وكتبان لك بالعكس الشعر ديالك كانك دايره له شي شوار، وكيولي الشعر ديالك في واحد النعومه واحد اللمعان. والله البنات الا بالتجربه. بالنسبه لهاد الخلطه هذه كتخلطها وكتخليها تقريبا واحد الساعه ديال المكانه حتى كتختمر مزيان ديك الحنه، وديك الساعه كديرها في شعرك كتغطيها كتخليها 3 سوايع وكتغسلي وردي عليا الخبر. والله الا زوينه بزاف ورحمه سيدي ربي، غير تبعوها.